كيف قدرت توفق بين الحياة المهنية حلو. والحياة الزوجية؟ من اصعب المواقف كانت علي في حياتي ان انا كيف اقدر، توني شاب صغير وتوني متزوج في 2005، كيف ممكن اوفق بين دراستي وبين حياتي المهنيه وبين اسرتي، تكوين اسره. يمكن دائما اقول الله رزقني بزوجه صحفيه، ودائما كنت اقولها من باب الدعابه والطراء ذي، ان لو الله ما كان يعني رزقني بزوجه صحفيه كان انا من زمان حتى منفصل، لان ما حد يتحمل عمل الاعلاميين وعمل الصحفيين، خصوصا مع زوج مجنون جايب معاه 40 جوال يتعامل معاهم طول اليوم عشان يساعد الناس او يوصل لهم المعلومات 24 ساعه. ساقته الأقدار بما لا تشتهي نفسه. حلمه أن يكون معلما للبدنية، لكنه حصل على قبول لدراسة اللغة الإنجليزية فما طاقها، فكانت البوصلة طالبا في الإعلام وتحديدا في مجال الصحافة. البحريني مهند النعيمي كان مهووسا بميدان صاحبة الجلالة، ولماحا حينما استثمر إعلاميا التقنية والهواتف الذكية التي منحته منصب رئيس العلاقات العامة والإعلام في مجلس الوزراء البحريني، وبعدها مديرا لوكالة الأنباء. صحافة الموبايل لها قصة حلوة. بديت في 2009 لما ظهر البلاك بيري ماسنجر، وكان ثورة تقنية طالعة على العالم، ان احنا قدرنا نتواصل مع الناس عن طريق الجوال. في السابق كنا نستخدم منتديات والاجهزة الحواسيب العادية، لكن جت ثورة الموبايل مع دخول الشات او المحادثات او الدردشات عن طريق الموبايل. جتني الفكرة ان في اول ما طلع البلاك بيري ماسنجر كانت كثير فيها اخبار سيئة او ان اشاعات، او قد استخدام، قد اعتبرت ان انا مو باستخدام مثالي. فجتني فكرة ان كيف ممكن اطوع هذه الخدمة او هذه الاجهزة او هذا الجهاز في خدمة الناس. ظن مهند أن العملية بتلك السهولة حينما تلقى مئات الاشتراكات على خدمة النشر عبر جهاز البلاك بيري، إذ تفاجأ أن الجهاز الواحد لا يقبل سوى 2000 مشترك، لكن مشتركي الخدمة وصل عددهم إلى 80,000 مشترك، بعد أن قرر مهند يدير العملية لوحده من خلال 40 جهاز بلاك بيري. تعرف الواحد شايل معاه 40 جوال، زين عندك خبر عاجل ايش بتسوي؟ فتخيل حياتي دائما لما اروح مطعم او مقهى او اي مكان دائما معي شنطه، او معي شنطه فيها كل الجوالات، ال 40 جوال. تخيل 40 جوال مع شواحن. فلما يجي عندي خبر عاجل بسبب، ما بقول غباء التقنيه، لكن اقدر اسميه التقنيه كانت بسيطه وقتها، فعشان ارسل خبر عاجل لازم ارسل في ال 40 جوال. فتخيل امسك الجوال الاول، الجوال الثاني، لين اصل ل 40، واحيانا معي زملاء خل يساعدوني. لكن مو هذه المشكله. المشكله لما تكون في مطعم مره واحده خبر عاجل تضطر تفرش الجوالات ال 40 على الطاوله، فتمر الناس تنصدم، يعني يقول لك للبيع شو القصه اخوي، مسوي معرض، مسوي مهرجان. استمر مهند في رحلة الصعود مع الإعلام والتقنية رغم تأخر الكتب والمؤسسات، فاستحق التقدير والتكريم بعد جهوده وسلسلة الدورات التدريبية التي قدمها في موطنه البحرين ودول الخليج في مجال صحافة الموبايل. الانتقال لك شو انتهى زمن البلاك بيري، اعلنت الشركه انه خلاص راح توقف انتاج الجوالات او الجوالات البلاك بيري. كيف ممكن ننتقل لعالم اخر وعالم الهواتف الذكيه اللي تقدر تصنع فيها محتوى فعلي، كتصوير، كتسجيل صوت، كتصميم، كمونتاج. هني دخلت مجال اني انا كيف ممكن اطور نفسي، عندي خبره في التقنيه، هوس في مجال صناعه المحتوى، ولكن كان لازم ادخل واطور نفسي وادرب نفسي في مجال صناعه المحتوى عن طريق المونتاج، عن طريق التصوير، عن طريق موضوع الاضاءه، عن طريق تسجيل الصوت. من خلالها قدرت اكمل الخبره اللي انا عندي اياها واطوعها في مجال تدريب في صناعه المحتوى عن طريق صحافه الموبايل.
تأسس مهند مع الصحافة المطبوعة، وتطور وأفاد مع الأجهزة الذكية. وفي رحلة المهنة الطويلة أمله أن تلحق وسائل الإعلام بركب الذين واكبوا تقنيات الاتصال والاستثمار فيها، لأنها فرصة استثنائية وواقع نعيشه. فصحافة الموبايل أو صناعة المحتوى في الموبايل أتوقع مستقبلها راح يكون جدا قوي، جدا مؤثر، ولكن التحدي أمامنا إحنا كأشخاص أو كمستخدمين أو حتى كمدربين أو كصانعي محتوى، كيف ممكن نواكب هذه التقنية؟ الآن الصعوبات قاعدة تزيد يوم عن يوم عن يوم، فإذا يجب إذا احنا حابين فعلا نستمر يجب أن نطور نفسنا بهذه المهارات بحيث نقدر ندخل كل العوالم الجديدة منها عالم الميتافيرس بطريقة جدا سهلة، ونقدر نقدم محتوى احترافي للناس يخدمهم ويزود المعلومات عندهم. الركض الصحفي عند مهند لم يكن هدفه ماديا، ولم يسعى للمنصب والشهرة، لكن تفانيه جذبهما إليه، واليوم يبحث عن مجد آخر في رحلة مهنة الصحافة لا الوسيلة. التدرج في الحياة الوظيفية أقدر أقول لك أن الموبايل كان سبب في تغيير حياة مهند. أنا الحمد لله كنت لي تجارب في الصحافة، بديت من 2001 كصحفي، انتقلت في 2008 كرئيس للإعلام والعلاقات العامة في مجلس الوزراء، وفي 2010 رشحت لتولي منصب مدير وكالة أنباء البحرين.